وليعلم أن قتال معاوية لعلي رضي الله عنه هو خروج عن طاعة الإمام، فيكون بذلك مرتكبا للكبيرة. ويكفي لإثبات ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، في موضعين: الأول في كتاب الصلاة في باب التعاون في بناء المساجد بلفظ ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، ورواه في كتاب الجهاد والسير بلفظ ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. ورواية الطبراني فيها زيادة وهي ويح عمار تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الحق. فتبين من ذلك يا أحبابنا أنه لا يجوز أن يقال معاوية اجتهد فأخطأ فله أجر بقتاله لعلي، لأن النبي سماهم بغاة، أي واقعون في الظلم، والوقوع في الظلم لا أجر فيه، فتفطنوا لذلك رحمكم الله. وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: ودل حديث تقتل عمارا الفئة الباغية على أن عليا كان المصيب في تلك الحرب، لأن أصحاب معاوية قتلوه. وقال ابن كثير في البداية والنهاية ما نصه: وهذا مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قتله أهل الشام، وبان وظهر بذلك سر ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه تقتله الفئة الباغية، وبان بذلك أن عليا محق وأن معاوية باغ. انتهى. وروى البيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية بإسناده المتصل إلى محمد بن إسحاق وهو ابن خزيمة قال: وكل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته فهو باغ، على هذا عهدت مشايخنا، وبه قال ابن إدريس يعني الشافعي رحمه الله. انتهى. وهنا يا أحبابنا تنبيه مهم جدا: الذي يقول إن الذين قاتلوا عليا بغاة أي واقعون في الظلم، أو يقول في مقاتلي علي من أهل صفين دعاة إلى النار أو إنهم عصوا، فلا يعد واقعا في المحظور الذي ينهى عنه النبي بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى من قاتل عليا في وقعة صفين بغاة، وهو عليه الصلاة والسلام الذي قال فيهم دعاة إلى النار. فنحن نقول عنهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ونعوذ بالله تعالى من أن نفتري على أحد من الصحابة، فليعلم ذلك رحمكم الله.